ايه اللي حصل لعريس الشرقية لما كان بيحتفل مع زملاته؟ وهو صحيح ان زملاته خلاه يرقص لفترة طويلة عشان تجيله ازمة قلبية؟ العريس ده اسمه اسماعيل محمد، هو كان بيشتغل في الدول الخليجية عشان كان بيجهز نفسه علشان يقدر يتجوز، وبعد كده اخد اجازة 10 ايام علشان يعمل تجهيزات الفرح. طبعا في الوقت ده كان بيدعي كل الناس اللي عارفها. موضوع الوفاة حصل ازاي؟ ان اسماعيل كان بيرقص عادي في الفرح مع ناس واهله وكله تمام، وكان بيتصور عادي مع زملاته ومفيش اي مشكلة خالص. لكن في الوقت ده يحس اسماعيل بشوية تعب بسيط، فقعد شوية يستريح ومفيش اي حاجة. واول ما قعد على الارض جاله زملاته عشان يشجعوه ويكملوا الرقص، وبعد اصرار منهم قام اسماعيل مع انه كان حاسس انه تعبان، لكنه محبش يكسب زملاته وقام رقص تاني وما كان الظاهر عليه اي حاجة، لدرجة ان اسماعيل راح لمنظمين بتوع الافراح وقال لهم يمدوا فترة الفرح وقت اضافي عشان يكونوا خلصوا رقصه هو وزملاته. والموضوع لحد هنا تمام ومفيش حاجة حصلت، وانتهى الفرح على كده. والفرح ده كان معمول في الوراق في القاهرة. المهم خلص الفرح وجت عربية الزفة عشان تنقل العريس والعروسة للبيت بتاعهم اللي هو في منيا القمح في الشرقية. لكن اللي حصل في الطريق كان صدمة، لما العريس جاله شعور كده بوغزة في القلب، والواضح ان ده كان ارهاق زيادة ادى لسكتة قلبية. ولما وصلت عربية الاسعاف كانت توفى، وكان ميت جنب عروسته في العربية عشان يحصل لعروسته انهيار تام، وام اسماعيل تجيلها ازمة صحية لدرجة انها كانت رافضة اي طبيب يكشف عليها عشان يحصل لها هي الاخرى انهيار ويغمى عليها. ربنا يرحم اسماعيل ويصبر امه ويعوض عروسته خير. بس كده، اتمنى اكون شرحت لحضرتك القصة ببساطة. سلام عليكم.